مزاج اف ام. عم تسمعونا من عمان على 95.3 وقربة الشمال على 101.7. مستمعينا اليوم احنا مجتمعين مع لجنة حكم تتكون من ضيفين شرف رح نحكي لكم عنهم، ايضا مع 4 متسابقين من مسابقة موهوب الله والجمهور الرائع اللي موجود امامنا، بالاضافة لفريق مزاج اف ام طبعا. أول شيء في موهبة الله معطيك صوت يعني. هاي الشغلة كويسة. الأشياء الثانية الأشياء الثانية إنه أول شيء كنت متوتر أول ما دخلت، بعدين شجعت أكثر مع الناس لما صاروا يزقوا وكذا، فهذا شيء كويس. بس الدخلة كانت فيها بالإيقاع غلط أول شيء. هلا ما فيش شيء اسمه مناسب، المغني والمطرب بيغني اي كل الوان الموسيقى الميوزك. نعم. عنده زي ما حكى استاذ طوني عنده موهبه وبده يدرب اكثر، لازم تدرب اكثر على صوتك. كنت مرات تفلت بنزلات الهاب ومرات اوت اوف تيمبو، يعني اوت اوف بيت بسموها، بتطلع برا الايقاع. هلا مثل ما حكوا صوته فيه خامه كثير حلوه، لكن انا عندي كان تعليق عليه انه يعني هو شوي خجول، فيعني حتى بالتدريب كان يعذبنا، مش قادر يعطي عنده كامل، فمشان هيك اظن يعني بده الاغنيه الثانيه يكون اقوى من هيك ويعطي اكثر ما عنده، لانه بالبروفات كان يعطي احسن، يعني بعد ما ننق عليه اكثر يطلع اللي عنده، فان شاء الله بالاغنيه الثانيه بيكون احسن. خلينا ودع الوليد، خلينا ودع الوليد واكون ممنونة لك قبل لا شكيت روي مع عيونك يا حاجة غاوي. علي خير اليوم هلا بدنا نبلش. علي خير احكي لنا شو رايك باداء جعفر الورد؟ ممتاز جدا. واضح حاله، في ثقة بحاله، هو واقف شد الكل، خلوه ينتبه له، مع اني انا كشخص ضد يلا وفوق. بحب المغني ضلوا له هيبته ووقفته، بس برضه بشكل عام غنى حلو، ماشي يم مع المايسترو منيح كله، ولا برافو يعني فظيع. لا صوته كثير حلو، وبرضه أداؤه كان كثير حلو، يعني كان مبتسم على الأقل يعني، وهذا شيء كثير لازم يكون موجود عند الفنان، يعني يعطي إحساس بالأغنية. جعفر من أول ما بلش معنا دائما متميز وبيلفت نظر كل حدا صراحة أحلى إشي فيه إنه هو وقفته على المسرح كثير حلوة، مش خايف، يمكن هو خايف داخليا أكيد بس ما حسسنا فيها، مبسوط وهو عم بيغني، أداؤه جميل صراحة، يعطي العافية. Yeah.
محمد بدك شغل كثير 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 كثير. بس اشي يعني بحييه عليه انه خلينا نحكي قوي انه يطلع على المسرح ويغني هذا، بس بده شغل. توني مبدئيا كان في ثقة بحاله ولبسه حلو وشكله حلو ما شاء الله عليه، بس صراحة يعني هنا صعب كثير ما اظنش. يعني خلينا نقول الكاريزما موجودة. مظبوط، يعني ممكن ينجح بشيء انترتينمنت او تمثيل او كوميدي شو او يحكي برامج مقدم برامج مزبط، بس انه يغني ما اتوقعش. هنا ابو لبن صراحة يعني هنا ابو لبن انا بدي احكي، بدي اوجه تحيه خاصه صراحه، ما بدي اعلق على الغناء، بدي اوجه تحيه خاصه لمحمد صيام. شخصيه مميزه صراحه، يعني مميز عن باقي الشباب. هو بنجح بالفن، يمكن بده تدريب على الغنى مثل ما حكوا اكيد، ممكن ينجح بالتمثيل، كمذيع بيطلع منه الكاركتر تبعته كثير حلوه. شوي برضه موضوع هو الثقة، يعني عم بغني شوي كان أولها خايف بعدين شد كثير أحسن، بس بشكل عام كثير نرجع نفس الموضوع اللي هي انه بده خبرة بعد قدام، بس كبداية كثير منيح في يعني منيح، بس بده يتعب على حاله اكثر. يعني انا بدي احكي اوكي المغني بغني كل شيء، بس اظن بهاي المرحله كان لازم ينقي اغنيه اسهل شوي عليه اظن. حسيت انه بالبدايه كان خايف فعلا وبالبروفات كان اقوى، لكن لما كملت الاغنيه صار يعني ارتاح شوي، طبعا قدام جمهور لانه هو صعب عليه شوي، لكن كاول اغنيه له جيد صراحه. محمد صيام اللي اعتذرنا منه جمع 21 صوت. محمد البكاوي انت ومعاذ الغبن واحد منكم بالمركز الثاني واحد بالمركز الثالث. انا بالبدايه قلت انه انت ممكن تكون بالمركز الثاني، بس انا غلطت، بدي اعتذر من كل الموجودين. اللي بالمركز الثاني هو محمد البكاوي، الف مبروك. جمعت 36 صوت. معاذ الغبن انت بالمركز الثالث جمعت 29 صوت. جعفر الورد الف مبروك جمعت 53 صوت. هلا بدنا نطلب من الفنان توني قطان يقدم لك الجائزة ومفاجأة الجماهير ومفاجأة جعفر الورد انك رح تغني مع الفنان توني قطان أغنية جديدة أخرى.
انا بالبدايه كنت حابب انه اشارك باي برنامج هواة يعني، وانا بطبيعه شغلي كمهندس اجهزه طبيه ما بقدر اني اسافر برا البلد، فاللي شجعني انه البرنامج بالاردن وما بتطلب انه واحد يسافر ويجي ويروح يعني، وجرب شيء بيحبه يعني. عرفت كيف؟ أنا فزت بالجائزة، وأنا شكرا كثير لكل العاملين بمزاج اف ام، شكرا كثير للجنة أستاذ طوني قطان، أستاذ علي خير، ست هنا، ثانك يو. وأنا كثير متشرف بآرائهم علي يعني، وخصوصا الأستاذ علي خير يعني، شهادة وشرف كبير اللي حكى علي، وأكيد منحتني ثقة بنفسي أكثر، وإن شاء الله يا رب أكمل بهالمشوار إن شاء الله. مزاج اف ام قدمت مسابقة موهوب ولا لكل المواهب الأردنية لتبلش مشوارها الفني، تلاقي موهبتها الغنائية. هالمسابقة بلشت صغيرة بس السنة الجاية إن شاء الله حتكون أكيد أكبر، مش بس غناء، لكل المواهب اللي بتخطر في بالكم. بدي أبارك لجعفر الور على فوزه لليوم، بتمنى التوفيق للجميع. اليوم كنا برنامج موهوب ولا على مزاج اف ام، كان في 4 متسابقين، عملنا الكاستنج اليوم وطلع متسابق واحد. طبعا هذا برنامج بيشجع الشباب، وبرنامج لوكال عملوه مزاج. دائما بحكي الفنان او اللي بده يصير فنان ما يركز انه برنامج عالمي او شيء، اهم شيء يعطي فرصه لحاله، بلكي هاي الفرصه تكون هي المفيده له وهي اللي توصله للنجاح. أكيد المسابقة كانت كثير خفيفة الدم ولذيذة، وحلو إنه نركز على المواهب اللي بالبلد يعني. أكيد مزاج اف ام دائما بتهتم بهاي الأشياء، وهذا كثير إشي بخدمنا. الأصوات كانت في أصوات حلوة، بس أكيد اللي فاز اللي هو جعفر كان بيستحق إنه يفوز، لأنه كان من أفضل الأصوات.